قواكم الله، معاكم احمد من قناة تك كويت، واليوم جايب لكم جهاز هواوي ميت 9. الجهاز للحين ما نزل عندنا بشكل رسمي لا بالكويت ولا بالخليج ولا بالدول العربية. ان شاء الله راح يتوفر بداية الشهر الجاي اللي هو ديسمبر، وراح يكون سعره عندنا بالكويت تقريبا 230 دينار كويتي، يعني لو حولنا العملة يطلع تقريبا 750 دولار امريكي. فالحين خلكم معي نفتح العلبة ونشوف محتوياتها ونلقي نظرة سريعة على الجهاز. وبالبداية نلاحظ ان تصميم العلبة مألوف مثل الميت 8 والبي 9، ما في ذاك الفرق بينهم. وعندنا على الطرف كتبة هواوي ديزاين، ومن فوق التاج نمبر ومعلومات عن الجهاز، وتحت لوجو هواوي. ونقول بسم الله ونفتح العلبة. وعندنا الجهاز موجود بجهة اليمين ويمه كتبة هواوي ديزاين. نخليه الحين على جنب ونرد له، بس بالاول نشوف محتويات العلبة بشكل سريع. وتلاحظون ان عندنا علبتين صغار، الاولى عليها رسمة المحول وسماعة الاذن والكيبل. ومثل ما حاطين لك هذا هو المحول، ويدعم ميزة الكويك تشارج اللي هي الشحن السريع. وثاني شيء عندنا كيبل من يو اس بي A ل يو اس بي سي، وسماعات الاذن. وضايفين لك ادابتر من مايكرو يو اس بي ل يو اس بي سي عشان اذا بتستخدم اي اكسسوار قديم، فحلوة الاضافة منهم. والعلبة الثانية تحتوي على المانيوال والدبوس ومفروض كفر، بس الجهاز اللي معاي مو نسخة البيع فمو متوفر معه، لكن لما يتوفر بالسوق بيكون موجود الكفر. فمثل ما شايفين عندنا بس الدبوس واوراق دليل التشغيل. وهذا هو الجهاز وبلون السبيس جراي اللي عبارة عن رمادي غامج. وهالمرة الجهاز يجيب 6 الوان اللي هما الرصاصي والذهبي وموكا والابيض اللماع والاسود واللون اللي ماي. والحين نشغل الجهاز لأول مرة، وراح أطوف إعدادات التشغيل لأن كلكم عارفينها. وبتكلم الحين عن مواصفات الجهاز بشكل مختصر. أول شيء عندنا شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة فل اتش دي ونوعها IPS LCD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f 1.8. ونظام الجهاز اندرويد نوجت 7.0 مع واجهة هواوي ايموشن يو اي 5.0. والمعالج هو هاي سيليكون كيرن 960 مع 4 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت. والجهاز يدعم تقنية ال NFC، وهم عندنا قارئ للبصمة، والبطارية جبارة بحجم 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع. وعندنا كاميرتين خلفيتين بالتعاون مع لايكا، الأولى 20 ميجا بكسل وتكون من نوع مونوكروم وتلتقط الصور بالأبيض والأسود، والثانية 12 ميجا بكسل وهذه طبيعية بالألوان وحالها حال أي كاميرا ثانية. وهم مثل فكرة البي 9 والبي 9 بلس، الكاميرتين يشتغلون مع بعض ويعطونك أداء أفضل من ناحية الحدة خاصة بالإضاءة المنخفضة. وفتحة العدسة للكاميرتين اف 2.2 مع مثبت بصري وليزر اوتو فوكس وفلاش ثنائي. ومن تحت عندنا سماعة سبيكر واحدة ومدخل يو اس بي سي، والسماعة الثانية هي بالواقع ميكروفون بس بنفس شكل السماعة. ومن فوق عندنا مدخل سماعات الأذن وأشعة الآير بلاستر اللي تقدر من خلالها تتحكم بالتلفزيون وغيره. وبجهة اليسار عندنا مدخل شريحة الاتصال ومايكرو اس دي لغاية 256 جيجا بايت، أو ممكن تركب شريحتين اتصال. وبجهة اليمين عندنا زر الإقفال وفوقه زرار التحكم بالصوت. وأول شيء لاحظته بالجهاز هي مصنعيته الممتازة اللي تكون من الألمنيوم. ويمكن أكثر شيء شدني بتصميم الجهاز هو حجمه مقارنة مع حجم شاشته العملاقة. على سبيل المثال هذا حجمه مقارنة مع الآيفون 7 بلس، يعني شوفوا على الرغم من أن حجم الشاشة أكبر من الآيفون، مع هذا طول الجهاز أقل وعرضه شوي أكبر. فالصراحة الجهاز كلش ما يحسسك بكبر حجم الشاشة. ومن الشغلات اللي شدتني هي سرعة ودقة قارئ البصمة، وكالعادة مجرد ما تحط صبعك بيفتح معك الجهاز على طول. وهم عندنا الحركات اللي متعودين عليها من هواوي، مثل انك تقدر تنزل شريط التنبيهات لو سحبت صبعك من فوق لتحت على البصمة، وهم تقدر تغير بين الصور. ومثل ما ذكرت الجهاز شغال على نظام اندرويد نوجت 7.0 مع واجهة هواوي ايموشن يو اي 5.0. والصراحة كانطباع اولي الاداء اشوفه طيارة. البرامج تفتح بشكل سريع وحتى التنقل بينهم سريع، وتقدر بعد تفتح تطبيقين بنفس الوقت وتقسم الشاشة. والحين أخيرا نقدر نضيف صفحة خاصة بالتطبيقات على الواجهة، فالتغييرات اللي صارت على الواجهة اعتبرها ممتازة. ونشوف الحين واجهة الكاميرا ونلاحظ ان الفوكس سريع بسبب الليزر فوكس. وهم عندنا مود البرو اللي تتحكم بشكل يدوي بالكاميرا من ناحية الايزو والفوكس وغيره. وهذه صورة صورتها بكاميرا الميت 9، ومثل ما تشوفون الحدة والدقة ممتازين حتى مع الزوم. وإن شاء الله بالمراجعة بركز أكثر على أداء الكاميرا.
وإن شاء الله راح أجرب الجهاز وأنزل المراجعة بأسرع وقت. فإذا في أي استفسار عن الجهاز أو أي شغلات حابين إني أركز عليها بالمراجعة تقدرون تكتبوا لي تحت بالتعليقات. وأتمنى بعد إذا عجبكم الفيديو تشتركون بالقناة وتضغطون على زر اللايك، محتاج لدعمكم. وشاكر لكم على المتابعة ويعطيكم ألف عافية.